الذين يتهمون بأنهم يريدون الدولة الدينية هم المسلمون. والدين الإسلامي لا يعرف الدولة الدينية. الدولة التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لم تكن دولة دينية، كانت دولة مدنية. إزاي؟ طبعا لأنه الدولة الدينية يعني إيه؟ يعني حكام يستمدون حقهم في الحكم من الحق الإلهي. اثنين، ما يقررونه لا تجوز مخالفته لأنه إن لم يكن وحيا فهو بمثابة الوحي. شرع. دول الاثنين، دول الشرطين بتوع الدولة الدينية. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة كان يقدر يحكم بقى بسلطان النبوة، ما هو جاي هو والمهاجرين وأهل المدينة من الأنصار آمنوا به، والباقيين اليهود اللي في الجاليات اليهودية دول أقلية وليسوا من أهل البلاد أصلا. النبي ما رضاش يعمل كده، النبي عمل وثيقة اسمها وثيقة المدينة مكتوبة في 48 مادة بينه وبين اليهود والمشركين والمسلمين. كل مجموعة منهم سميت أمة من دون الناس، وحكم بنصوص هذه الوثيقة طول الفترة النبوية. وكان من ضمن بنودها أنه لا يخرج من المدينة أحد إلا بإذن محمد، عنده سلطة الجوازات والجنسية، وإنه أي خلاف يخشى أنه يعمل فتنة في المدينة يجب أن يرجعوا فيه إلى محمد، والخلاف العادي يحلوه هم. كان في نوعين من الخلاف منصوصين في الوثيقة، خلاف اتنين اتخانقوا مع بعض او واحد بيشتري ويبيع او عقد بيع عايزين يعني دستور دولة مدنية. طبعا دستور دولة مدنية، انا مسميه في كتابي النظام السياسي دستور المدينة. اسمه كده دستور المدينة، ومش انا لوحدي، يعني علماء كتير بعد كده سموه دستور المدينة. قبل كده كان شائع تسميته بصحيفة المدينة او وثيقة المدينة، لكن هو دستور كامل لدولة مدنية. نمرة اتنين، اللي تولوا الدولة دي ما كانوش أكثر الناس علما بالقرآن زي عبد الله بن عباس أو زي أبو موسى الأشعري أو زي عبد الله بن مسعود. من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزل أو كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. دول ما خدوش ولايات، اللي تولوا أصحاب الرأي والسداد والشدة والحكمة. عمرو بن العاص بعد ما أسلم بشوية أيام قليلة بعتوا على رأس غزوة ذات السلاسل اللي فيها مجاهدين جنود في الجيش بتاعه، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح. وعمر كان لسه مسلم جديد، وقال له انا مش عايز اروح، ده انا جاي عشان ابقى معاك. قال له ما هو كويس، روح اغزو وحارب، واذا ربنا غنمك نعم المال الراجل. يعني الولايه للكفاءه وليست لقوه الايمان. لما فتح مكه كنا الدوله بقى لها في المدينه 10 سنين، والكوادر اتربت السياسيه والقياديه الجهاديه. لما فتح مكه ولا عكرمه بن ابي جهل قياده جيش. لما هاجروا اثنين مع بعض، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، يقوم عمرو بن العاص يقول ايه؟ يقول ما عدل بنا أنا وخالد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا منذ أسلمنا في أمر حربه. يعني ما سألش حد في الحروب، ما خدش خبرة عسكرية أكتر ما خد مني أنا وخالد. أكتر ناس كان يستشيروا عسكريا، دول أسلموا امبارح، دول أسلموا بعد الحديبية. لا وكانوا في الأمس القديم كانوا الأعداء. خالد كان بيحارب يوم الحديبية. ده خالد كان معاه جيش في أحد. لا الحديبية في السنة السادسة يا أستاذ. لا قصدي كان خالد بن الوليد كان ضد جيش المسلمين في أحد. وعمرو كان في أحد، وعمرو كان في بدر، وخالد كان في بدر وأحد كلهم. لكن أنا بقول لحضرتك السنة السادسة من الهجرة حصل صلح الحديبية أو عهد الحديبية، وخالد هو اللي كان متزعم كتيبة من قوات مكة تحارب المسلمين اللي جايين للعمرة. ما حصلش الحرب دي، الكتيبة دي نزلت صلاة الخوف إلى آخره. السنة السابعة في آخرها أسلم خالد، يعني كان بيحاربوا السنة اللي فاتت. فلم يكن يستشير أحدا في أمر الحروب ولا يولي أحدا على جيوشه أكثر مما استشار وولى عمرو وخالد. أين الدولة الدينية بقى؟ دي دولة كفاءة، دي دولة صاحب الكفاءة المناسبة في المكان المناسب أيا ما كان تاريخ انتمائه الديني. فالإسلام ليس فيه دولة دينية. دي يعني عشان إيه؟ تو كات لونج ستوري شورت زي ما بيقولوا الإنجليز، نقطع باختصار الموضوع. المسألة الثانية الوطن والتفرقة فيه بين مسيحي ومسلم. هذا الوطن لم يعرف طول تاريخه تفرقة بين مسيحي ومسلم، والفتن التي جرت على الأرض من واحد يقتل واحد، كنيسة يضربوا عليها نار، ناس يضربوا مسلمين في الحي بتاعهم زي ما حصل هنا في الزاوية الحمراء أو حصل في أماكن أخرى، كانت كلها فتن نسبت إلى الدين ولم تكن بسبب الدين. وانا بقول كلها بعد طبعا انا يعني متخصص في الموضوع. اي حادثه منهم هندور على اصلها هنلاقيها نسبت الى الدين وليست بسبب الدين. اخر شيء حصل عندنا حاجتين، كنيسه القديسين في اسكندريه وكنيسه أطفيح استلمت النهارده بعد ما اقام بنائها المجلس الاعلى للقوات المسلحه على حساب الدوله وبقرار منه كراعي لسلطه الدوله. وهذا كان اقصى ما يمكن تقديمه من اعتذار عن هدم كنيسة في الإسلام في مصر. أول وآخر كنيسة تهدم في الإسلام في مصر كنيسة أطفيح دي. لم تهدم كنيسة في تاريخ مصر، لم تهدم كنيسة. وأول ما اتهدمت كنيسة الدولة المصرية رغم كل الظروف الحرجة التي تمر بها قالت أنا الذي أبنيها، لأنه من واجبنا أن نقدم لإخواننا المسيحيين دول عبادتهم، هيعبدوا ربهم إزاي؟
يعبدوا ربنا اللي احنا وهم مشتركين في الايمان بجلالته وقدسيته، يعبدوه ازاي؟ والقرآن الكريم لما اتكلم عن الألوهية قال إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إنما عبادتكم وعبادتنا مختلفة. إنما الإله واحد، قال لكم دينكم ولي دين. لكن لما اتكلم عن الإله قال وإلهنا وإلهكم، بيتكلم مسيحيين النصارى، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. احنا اسمنا المسلمين وانتوا كل دين سمى نفسه بالتسمية التي يريده. فما عندناش فكرة التفرقة. وانا زمان في اول المشكلة اللي عملت المحنة اللي بيسموها فتنة بشوي العوة دي، أنا قلت العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر علاقة لا تنقسم ولا تنفصم، وده كلام مسجل في برنامج أحمد منصور لا أرجع فيه ولا أخالفه، وفي كتابي بتاع الفتح الإسلامي المصري اللي صدر من يومين قايل هذا في المقدمة. علاقة لا تنقسم ولا تنفصم. لكن بيحصل إيه يا أستاذ منى؟ إن أنا أتجاوز عليك شوية أو حضرتك تتجاوزي عليا شوية. هو في اخين ما بيتخانقوش في البيت؟ في اختين ما اتخانقوش وشدوا شعر بعض ومامتهم قالت لهم عيب يا بنات؟ هل في اسره ليس فيها خلاف داخلي؟ احنا اسره، المصريين اسره، حصل خلاف داخلي لانه بعض الناس قالوا كلام غير حقيقي من ناحيه او غير لائق من ناحيه، وكان منع الفتنه. معلش انا متاسف اقول كده قدامك، بس انت يعني عارفه ان انا مش